امبارح اتفرجت على أول حلقة من مسلسل كان يا مكان للفنان ماجد الكدواني والفنانة يسرا اللوزي. يسرا اللوزي عايزة تتطلق من جوزها عشان هو دخل ينام الساعة 11 وربع قبل عيد ميلادها وما قالهاش كل سنة وانت طيبة الساعة 12 بالليل. انتوا عارفين ده اسمه ايه؟ اسمه الملل الزوجي. بعد فترة من الجواز والمسؤوليات والأولاد بيحصل ملل. بسبب ايه؟ بسبب الروتين ان احنا ما بنغيرش نفس التصرفات اللي بنعملها ونفس الخروجات ونفس كل حاجة، بيحصل ملل. فجأة الست أو الراجل بيحسّوا إن الدنيا خلاص بقى كده، إحنا ماشيين في دوّامة ما بتخلصش. أنتم عارفين العلم قال إيه في الموضوع ده؟ باحث آرثر أرون قال إن التجديد في العلاقة الزوجية مطلوب، يعني السفر، هدايا، خروجة مختلفة ما خرجناهاش قبل كده، ده بيقلل جدًا احتمالية الطلاق بسبب الملل الزوجي. دراسة تانية اتعملت اسمها The How of Happiness بتتكلم إن السعادة برضه شيء روتيني إحنا بنتعوّد عليه، والحب برضه شيء روتيني وبنتعوّد عليه، ولمّا بنتعوّد عليه زي كل حاجة في حياتنا، يعني إحنا لو بنتعوّد إن إحنا كل يوم مثلًا بنشرب فنجان قهوة، مع الوقت هنلاقي نفسنا إن إحنا زهقنا وعايزين نشرب مثلًا شاي الصبح، نفس الفكرة بالضبط. الجواز بيحصل فيه روتينية والحب برضه بيحصل فيه روتين، فالحل من وجهة نظر الباحثة في الموضوع ده إن إحنا نجدد بأي شكل من الأشكال. أنتم عارفين إن إحنا لو جددنا تفصيلة بسيطة في البيت، غيّرنا مكان كنبة، مكان كرسي، ده ممكن يقلل شوية من الملل اللي بيحصل. لو ادينا لنفسنا وقت إن إحنا نخرج مع بعض في مكان مختلف ما خرجناش فيه قبل كده، واتكلمنا كلام مختلف مش الكلام اللي بنتكلم فيه بشكل روتيني، أخبار الشغل وأخبار الناس، برضه ده بيقتل الملل. التجديد في الحب نفسه إن إحنا لمّا نتكلم ونطلّع مشاعرنا بس بشكل مختلف، ده برضه بيقتل الملل الزوجي.